قالك دي صاحبتي وزي اختي واعرفها من قبل ما اعرفك وسبتيهم يستهبلوا مع بعض وانتي صدقتيه؟ يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. من امتى يا اختي كان في صداقه ما بين الذئب والحمل؟ والكلام اللي انا بقوله يبدو كبير، لكن دي الحقيقه ان الراجل والست طول الوقت يقولوا لبعض يا حبيبي ويا حبيبتي وصداقه وصحوبيه وانتمه ونسافر مع بعض ونروح مع بعض ونرجع مع بعض. دي مش صداقه طبيعيه ابدا، ده مشروع جواز عرفي. اسمعي مني انا زي اختك، ده مش جوازه رسمي حتى. هو عشان بتحبيه توافقي كده يا خايبه على اي حاجه وبسلامتك بقى ماشيه عكس الطبيعه البشريه وعامله لي بقى مطيعه ليه وناصحه وواثقه فيه، وهو بقى يقعد يضحك عليكي ويقنعك ويقولك انا لو بحبها ما كنتش اخترتك انت. خدي بالك انا سامعاكي وخيبتك واصله لي لحد هنا. انا معاكي ان الصداقه حاجة لذيذة جدا، بس الكلام ده لما تبقوا كلكم أصدقاء شلة واحدة يعني، وتبقى صاحبتك زي ما هي صاحبته. وهي أصلا لو بتحبه حقيقي كأخ هتحاول تتصاحب عليكي انت عشان ما تعملكوش مشاكل في علاقتكم وتكسب ثقتك، وساعتها بقى تبقى دي الصداقة اللي ما بينهم بجد، والباقي دلع فارغ على فكرة. وحطي في حسبانك إن الصديقة اللي وضعها غريب ومقلقك دي هو دايما يحكي لها كل مشكلة وصغيرة وكبيرة بتحصل ما بينكم. والسوسة التانية عشان بنت زيك وفاهمة كويس تفكير البنات هتقعد تحذره وتقول له خلي بالك انا بنت زيها وفاهماها وهي بتتقل وتتدلع عليه. يعني من الاخر مش هتحسي ان صوته وقراراته من دماغه، وهتحسي ان هو بيتصرف بناء على تفكير السوسة التانية ليه. واي ست يا اختي تبقى عايزة تحس ان هي الوحيدة في حياة حبيبها، وعشان تبقي الوحيدة في حياته ده محتاج منك شوية مجهود، وساعتها يفضل يغني بينه وبين نفسه محتار اختار من فيهم هما الاتنين عاجبني، محتار اختار من فيهم هما الاتنين فاهميني. ولو لقيتيه مزمزق ومقرف معاكي في الكلام قولي له انا ما بقولكش اقطع معاها، بس يا حبيبي انا عايزه العلاقه تبقى محدده. وتقولي له تعالى فهمني هنا انتوا اولكوا ايه واخركوا ايه، السبهلله دي يا حبيبي ما تنفعش. يعني يرضيك انا كمان يبقى عندي بيست فريند ونخرج ونروح ونسافر ونيجي ونسهر والحياه بقى لونها بمبي، او نفضها بقى سيره يا حبيبي ونخلص ونخلي العلاقه بيني وبينك بيست فريند ومحدش له عند حد حاجه؟ ده زمن ايه ده يا اختي؟ ما هو يا خايبه انا عايزاكي تتدردحي، لازم تجوري ناحيتك وتبقي انت الوحيده في حياته اللي يحكي لها ويفضفض لها ويهزر ويضحك وينكد معاها. اوعي في يوم من الايام يخلي اي واحده تبقى بديل ليكي، او حتى انت اللي تبقي بديله لحد، تبقي انت الوحيده اللي راكبه فوق دماغه ومشاركاه في شغله وحياته الشخصيه وحياته الاجتماعيه، بيسمع رايك ويعمل بيه، وانت اكتر واحده يحب قعدتها ويلاقي نفسه معاها. وبعد كل اللي انا حكيته ده لو في شريكه ليكي فيه وانت لسه موافقه وما عندكيش مشاكل يبقى يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. يا بنت فوقي، نسبة البنات اللي فعلا مش بتبقى عايزة حاجة من البيست فريند ونسبة الولاد اللي مش بتبقى عايزة حاجة من البيست فريند وما فيش مشاعر بتبقى بنسبة 25%، ونص النسبة دي بيتولد بينهم مشاعر ولفلفة بمرور الوقت. مع من انا ما شفت والله وانا اكبر دليل قدامك اهو. ولو دخلتي في ريليشن ولقيتي عنده بيست فريند والوضع بالمنظر ده ما تحاوليش تهدي مرة واحدة، وخليكي ذكية ولئيمة واقعدي كده ومخمخي وتكتكي واعتمدي اسلوب هدي طوبة ورا طوبة بكرة تقع العمارة. عايزاكي تتعرفي على صاحبته وتتصاحبي عليها. هتقولي لي لا طبعا انا بس عايزه اقول لك انك يا خيبتك هتفضلي مغفله. انا بس عايزاكي تتعرفي عليها عشان تعرفي هو متعلق بصداقتها ليه وصداقتهم دي اخرتها ايه. مش يمكن انت الكوبري اللي ما بينهم اللي هيحسسهم انهم قد ايه بيحبوا بعض وقد ايه لاقين على بعض، او يمكن لما تتعرفي عليها تلاقيها صديقه كويسه ومن ضمن ال 25% الكويسين اللي انا بقول لك عليها. او مش يمكن تيجي انت لما تتعرفي عليها هي اللي تقفش عليكي وتبقى مش طايقه تصاحبك ولا عايزه تعرفك وتبان قدامه ان هي اللي غريبه، وساعتها بقى هيعرف ان هي اللي مش طبيعيه ومش قابلاكي ومش طايقاكي، ويبقى ساعتها ضربتي عصفورين بحجر واحد. اسمعي كلامي، اهم حاجه ما تحطيش البنزين جنب النار وترجعي تعيطي. اسمعي كلام، انا عاوز ايه غير مصلحتك يا خيبت؟ انا بسنت النبراوي، تابعيني عشان تشوفي خيبتي وخيبتك يا خيبت.